انا مش هروح المنيا الدنيا. ليه الناس في أمريكا بتعيش بنظام إن كل واحد في حاله؟ يعني في مصر الناس عايشة بنظام ليه كل الناس بتتكلم على كل الناس؟ وده راجع لأسباب كتير. أول حاجة الخصوصية هنا خط أحمر، مفيش حد بيسألك رايح فين، جاي منين، بتعمل إيه، هتعمل إيه، الكلام ده كله. تاني حاجة القانون هنا بيدعم الحرية الشخصية، فأنت لو دخلت سألت حد أو اقتحمت خصوصيته ده هنا بيعتبر تحرش أو إزعاج لخصوصية الآخرين. حاجة تاني المجتمع هنا مجتمع فردي مش جماعي، كل واحد مركز في شغله، في دراسته، في مشاريعه، في فلوسه، في دنيته، مفيش حد مركز في حياة التاني. ملناش دعوة، هنا كل واحد في حاله. في حاجة برضو ان المجتمع الامريكي مبني على تعدد ثقافات، فتلاقي المجتمع نفسه اختلاف ثقافاته رهيب جدا. في نفس الشارع تلاقي اعراق مختلفة، ديانات مختلفة، افكار مختلفة. فالحل الوحيد اللي الناس هنا ماشية بيه احترم غيرك وسيب الناس تعيش في حالها وانت عيش في حالك. النقطة الاخيرة هنا الناس بتحترم الوقت جدا، بتشوف ان الوقت يبقى فلوس. لكن في مصر عكس كده خالص، المجتمع اجتماعي جدا، الناس بتحب تعرف اخبار بعض، والسؤال والتعليقات حتى من الناس الغريبة ده طبيعي في مصر. والجيران في مصر، الجيران ده من ضمن عيلتك، من ضمن منطقتك، فالناس كلها عارفة بعضها. وفي مصر الناس بتحب خالص طبعا رأي بعضها، فهتلاقي رأي الناس مهم خالص هناك. قول لنا بقى في التعليقات انت بتفضل النظام اللي في امريكا اللي كل واحد في حاله، ولا بتحب اللي احنا اسرة مع بعضينا؟ انا في حاله انت في حاله. يا ريت يبقى حاله على حاله، يبقى حاله واحد.